حتى الدكتور رحاح لما بتواصل معاه وكذا وبشوف حديثه الخبره. على فكره يعني يقولوا من ترصد في الاسئله اكثر، معلش دكتور رحاح ذكي، خلونا نقول العباره وحبيتها. الدكتور رحاح فكان يضحك، فضحكته كانت اللي معنيين، بث السعاده والايجابيه هذا لا شك، ولكن هو لمس اني احاول انا اقتنص اسئله وانا بدون حقيقه، يعني هي من جانب يعني كنت تصعب الاسئله انت تبغى، لكن هنا تيجي الخبير. والله العظيم لسان حال الان لما يكون السؤال لما وجه لنا في وجود دكتور درع، دكتور درع يعني في تخصص في الذكاء العاطفي، لما اقول انا هذا مدرب مشاكس والمتدربين ايش حالهم في المشاكس والمهرج وهذه ما تخفى، بس احنا نبغى الشيء اللي قال خذه قوي احتوي. انا الليله الكلمه هذه بنشرها بقولها صحيح، الدكتور درع كان يقول كلمه او كلمتين ولكن بالمختصر، خذوها بالمختصر المفيد. دون الكلمه اللي يقولها وخذها من رجل، انا اقول اتكلم 30 40 سنه للرجال دول يا جماعه، هذا كنز. انا لما قلنا احنا يعني خلونا كمان ننزل الناس منازلها، يعني ناس احترقت عشان الموضوع، ولا هم اذا جينا لحاله هو او يرغب في الحياه يرغب زيه زي غيره، بعيش بسعاده، بتنقل وظيفيا ما شاء الله لا قوه الا بالله. لن نسال ولن نخوض في موضوع الوظائف والمراكز اللي الله سبحانه بواها الدكتور درع، ولكن هنا يجي الموضوع الحب الشغف على الموضوع والحرص على التدريب، والناس اللي معايا الناس اللي معايا دكتور رحاح الحقيقه. شفت انت كيف يعني خرجت، انا خرجت برا دكتور. لا يا سيدي، انت وجودك بركه، بعدين تبسمك في وجه اخيك صدقه، والرسول والله صلى الله عليه وسلم. فالابتسامه هي مفتاح العلاقات الاجتماعيه ومفتاح السعاده، وان شاء اقول لك الله نشوفكم دائما يا رب. هالشيء مبتسمين. انا نفسي اقول حاجه حلوه ان قلت انت الليله، انا زعلان من امبارح دكتور رحاح، اسمحوا لي جميعا الله يسعدكم. انا كنت توجهت من المدينه اللي انا فيها المدينه اخرى، كان فيها معالج يذكر بالخير، شيخ كبير جليل في تعدى الثمانين. الشيخ هذا بيكوي بعيد عنكم يعني كي بالنار. الدكتور محمد عطله على طول هز راسه قال يا اخويا ايوه كي بالنار. انا رحت توجهت المدينه كانت في نجد. الشاهد وصلت مكان بعيد جدا والناس تقصده من كل بلد، فالرجل يعني بيكوي عن امراض معينه، فكنت اشتكي شكوى كذا لله شكواي، ولكن الله سبحانه الهمني اروح وعشان اكتوي. المهم انا بقول لك عشان الابتسامه يا دكتور، اخذت معايا معليش حتضحك ويمكن في الموضوع، اخذت معايا كرتون زمزم من اللي في الحرم، لانه شرفت انه في ناس بتعمل في الحرم الشريف، فمعايا يعني مويه عبوات زمزم اللي بتكون ايش في زي عبوات الميه الصحه الصغيره. فاخذت كرتون انه لما اشوف الشيخ ويقدم كذا ادي له كرتون مويه زمزم. فانا وجدت رجل يا جماعه يصلي مفتاح المسجد معه، ويفتح الباب هو ويأذن هو ويصلي بنا ما امام، شاء الله. والله يا جماعه، ويرجع ويقدم لك العلاج ويدعي الله في شفاء. ولكن اسمعوا العباره وهذه حقيقه، الرجل فقير، الرجل اي احد بيتصل عليه بالتليفون شرس جدا، اخلاق ما في كذا. انا لما بقوم بشيء انا مسؤول منه امام رب العالمين. لما بتسلم عليه وكذا راجل ما بيرد عليك، راجل لما حد يكلمه في التليفون اللي بيكلموا مرضى، راجل بينهرهم بسكه بيقفل الجوال في وشه. راجل يعني الاخلاق فين؟ الدين ايش علمك؟ معليش انا بقول انا بحيساني رب العزه والجلال. عارف يعني انا من اللي في نفسي خلاص نهايه عشان الابتسامه مش موجوده معاه، والله رجعت كرتون الزمزم معاه. صحيح. اه والله والله العظيم عز عليه معلش في العباره، والله حتى استخسرت فيه الزمزم. وبعدين انا كنت اكلم ابنائه يا جماعه حرام، يعني لين مفتاح المسجد معاك وتأذن وتقيم الصلاه وانت الامام، ابتسامه ما في وشك يا اخي الحمد لله. يقول حقك لي وحقي لك، لكن انت دينك ايش اخذت منه؟ دينك ايش اخذت؟ وين اللين وين التواضع؟ وين الابتسامه؟ انا والله يا دكتور رحاح لو الكلام حتى الدكتور لازم درع اعطيه معلش. دوره عندي، ها جيبه اي عندي والله اي دوره. رب اي رب البيت اي رب. دكتور الحقيقه سعدنا فيكم، في اسماء ايضا موجوده. في معانا الدكتوره رنا، في معانا الدكتور سامي، الحقيقه اسماء جميعا باسم رابطه المدربين العرب، رئيسها رئيس مجلس اداره الدكتور عبد المنعم عباس، امين العام للرابطه الدكتور درع الدوسري، الدكتور محمد مديرها التنفيذي، الدكتور رحاحله من بانين او بانين هذا الصرح الجميل موجود معنا. باسمكم جميعا نرحب بضيفي هذا المساء، رحبنا ونرحب ايضا الدكتور عماد ابو الخير، ونرحب باسمكم جميعا بالاستاذه مريم التومي.
الأستاذة مريم التومي، الحقيقة الترشيح مشكورا، اللي وصلنا للأستاذة، مشكورا اللي يعني سعى معنا إلى استضافتها، والحقيقة سهل جميع المصاعب اللي تواجهنا حتى وصلنا للأستاذة. الأستاذة مريم التومي، الجنسية مغربية، بلد الإقامة قطر، المهنة مسؤولة تسويق بشركة مقاولات وخدمات عامة، حاصلة على شهادة مدرب دولي معتمد في مركز ميجا للتدريب والاستشارات بقطر، حاصلة على شهادة اللايف كوتشنج المستويين الأول والثاني بمركز ميجا للتدريب والاستشارات. أستاذتنا المتألقة، أستاذتنا الجميلة، أهلا وسهلا باسم الجميع، نرحب فيك. جرت العادة 20 دقيقة، المايك معك تتكلمي بتجربتك في عالم التدريب، متى رغبتي في الالتحاق بهذا العالم الجميل، ما هي أول تجربة والتحاقك للتدرب على التدريب، ثم تواصلي أو تتحدثي حتى بخبرتك عما تشاءين. معك المايك 20 دقيقة ثم نعاود إن شاء الله المحاورة. تفضلي. شكرا أهلا فيك. أول شيء أود أن أشكر حضرتك الدكتور سعود العتيبي، وأشكر الدكتور عبد المنعم عباس رئيس رابطة المدربين العرب، وكذلك الدكتور درع الدوسري أمينها العام، والدكتور محمد رحاحلة، لأنهم أعطوني فرصة المشاركة في مقهى المدربين. وأستأذنكم اليوم نغير شوي في اسم المقهى، يعني يكون مقهى المدربين والكوتشز، لأنه أنا أول شيء بتكلم عن تجربتي في عالم الكوتشنج، بعدين التدريب. لأنه صراحة أنا دخلت أول شيء الكوتشنج، يعني ليس محض الصدفة، أنا حبيت أدرسه. بعدين دخلت مجال التدريب بنصيحة من دكتوري درع الدوسري جزاها الله خير، وكانت صراحة نصيحة جدا مهمة، لأنه بعدين أدركت أنه التدريب عنصر مهم راح ينفعني في مجال الكوتشنج كذلك. بداية عالم الكوتشنج أنا دخلته بعد ما أنا سويت قبل كوتشنج ذاتي لنفسي في مرحلة معينة من حياتي. فأنا في فترة معينة كان صارت معي مشاكل كثير، وكانت عندي تحديات. هالمشاكل هذه كانت تحتاج مني إني آخذ قرار، والقرار هذا يعني كان صعب اتخاذه، لأنه أوكي تمام، لأنه كان هذا القرار لا يمسني أنا فقط، بل يعني كانوا في عناصر مهمة في حياتي اللي هم أولادي اللي راح يتأثروا بهالقرار. فأنا لازم آخذ قرار يكون قرار صائب، ويعني تكون تداعيات القرار يعني تكون يعني إيجابية. فشو سويت شغلة إنه ذكرتها الدكتورة راني مدبولي، أحب أوجه لها تحية من هذا المنبر. كنت معها بيكون برنامج نموذج اللغوية العصبية، تحدثنا فيها عن المستويات العصبية، نموذج المستوى العصبي اللي فيه 6 مستويات. عشان نغير من نفسنا أو نحل مشكلة فلازم ننطلق من الصلة بالله تعالى. إذا صلحت الصلة بالله يعني بنغير نفسنا، وهالشيء يعني بيأثر إيجابا في الأشياء الثانية. فالتجأت الله سبحانه وتعالى بذاك الفترة من غير العبادات يعني اللي هي متعودين نسويها، يعني صلاة وكذا. سويت طقوس أحب أسميها طقوس روحانية، لأنه كانت تحسسني إنه قريبة من الله سبحانه وتعالى، وتخليني يعني أسلك الطريق الصحيح. بعد كده فترة وجيزة قمت خديت ورقة وقلم، أتذكر ذاك اليوم إنه حطيت مجموعة من الأسئلة طرحتها على نفسي، وبعدين حطيت جدول بالإيجابيات والسلبيات، إيجابيات اتخاذ القرار وسلبيات اتخاذ القرار، عشان يكون يعني الموضوع مدروس. هالشغلة بعدين يعني اكتشفت لما درست الكوتشنج إنه هالجزئية اسمها الإفصاح عن الذات، إنه الواحد يطرح على نفسه أسئلة وبعدين يجاوب عليها بصدق تام، عشان يكون النتيجة تكون يعني صحيحة 100%. لأنه تعرفون أحيانا إحنا يعني بطبيعتنا كبشر أحيانا نكون مش صادقين حتى مع أنفسنا، يعني نغير الحقائق نزيفها عشان نبرر مثلا تصرفاتنا واختياراتنا وكذا. المهم بعد ما سويت الأشياء هذه كلها خلاص اتخذت القرار اللي أنا أخذته عن قناعة وعن يعني خلاص يعني إنه هذا القرار الصائب أنا لازم أخذه. وبالكوتشنج لما درسنا الكوتشنج هو في 3 أنواع من الكوتشنج: العلاجي والتطويري والوقائي. وأنا صراحة في ذيك الفترة كنت محتاجة كل هالأنواع من الكوتشنج. وكنت سويت كوتشنج ذاتي لنفسي، يعني أنا العميل وأنا الكوتش. بعد ما أخذت القرار وخلاص يعني خرجت من الكوتشنج العلاجي وعالجت مشكلتي وأخذت القرار، دخلت على الكوتشنج الوقائي.
طبعا المصطلحات هذه عرفتها يعني مؤخرا لما أخذت الدورة مع مركز ميجا. بعد ما سويت الكوتشنج الوقائي النفسي والتطويري وهذا، والحمد لله أنا أعتبر أنه كانت تجربة ناجحة، لأنه أنا الحمد لله حاليا في مكان يعني صحيح بالنسبة لي، إنه الكوتشنج خلاص كان جلساته ناجحة. بعدين المحيط اللي عندي يعني أصدقائي معارفي ومتابعاتي في مواقع التواصل الاجتماعي كانوا دائما يدخلون علي إنه مريم أعطينا نصيحة، مريم نبي ناخذ هالقرار، ساعدينا كذا. فأنا لقيت نفسي إني أحاورهم، أسألهم هذا صائب هذا لا، يعني أحاول إني أشوف معهم الحلول لمشكلتهم. وكما تدرون في الكوتشنج إحنا ما نعطي حلول، بالعكس بس إحنا نساعد العميل إنه هو يشوف الحل المناسب له. لأنه على فكرة هو ذاك العميل اللي يجيك هو يعني مش شخص يعني مريض نفسي أو هذا، لا هو يعني شخص صحيح وسوي. بس أحيانا الواحد لما يدخل في مشكلة معينة أو تحدي معين تصير نظرته سلبية شوي للأمور. يعني ذاك النظرة الإيجابية اللي تكون عنده بالأيام العادية، لما يدخل هو في تحدي ولا بمشكلة تتغير نظرة سلبية، فيتشوش أفكاره ولا تتضح عنده الرؤية. فهو يحتاج شخص من برا يشوف المشكلة من فوق، ويكون عنده الأدوات والمناهج العلمية اللي تساعده إنه ياخذ القرار الصحيح، أو إنه يطور نفسه بطريقة صحيحة، أو يعني whatever المشكلة اللي هو جاي ياخذ عليها جلسة كوتشنج. بعد كده فقلت ليش لا يعني إني أدخل عالم الكوتشنج وآخذ دورة فيه، ويعني بالإضافة للصفات اللي عندي ديال الكوتشنج الفطرية، إني أضيف عليها المنهجية العلمية اللي تخليني أكثر كفاءة إني أساعد الناس بحل مشاكلهم وتطويرهم، واستعمل ادوات علميه. يعني اصلا هي راح تختصر علي الوقت والمجهود، وراح تكون النتيجه فعاله 100%. الحمد لله كنت محظوظه انه ربي وفقني، و اكتشفت المركز ميجا للتدريب والاستشارات اللي موجود في قطر، لصاحبه الدكتور درع الدوسري، واخذت دوره كوتشنج عندهم هو الدكتور محمد الرحاحله. صراحه كانت من احلى الدورات، لانه هم يعني فعلا مدربين يعرفون كيف يوصلون المعلومة ويوصلونها بطريقة جدا ممتعة، ويخلونك يعني تحب انت المجال اللي انت رايح تتدرب فيه. ومن شوي كنتوا تتكلموا عن المدرب اللي مثلا ما عنده ذاك اللباقة والدبلوماسية في الكلام، يعني صراحة هم كانوا عكس كذلك تماما، كانوا جدا يعني محتوين المتدربات، يعلمونهم يعطونهم، حتى بعد ما تخلص الدورة هم يعني دائما موجودين عشان استفساراتنا وعشان يساعدونا ويدعمونا كذلك. بعد ما خلصت دورة الكوتشنج ومارست الكوتشنج مع عميلات وكذا، يعني خلاص دخلت المجال. بعدين اقترح علي الدكتور درع الدوسري انه ليش لا تدخلين مجال التدريب، لانه راح يفيدك بالاشياء اللي تسوينها. فكان دخولي بمحض الصدفة، وكانت صراحة صدفة يعني احلى صدفة، كانت صدفة جيدة لي لانها اضافت لي. فانك تشرك الكوتشنج مع التدريب، مع حتى البرمجة اللغوية العصبية، وحتى دورة الذكاء العاطفي هذه اللي أنا أسمع عنها وأشوف يعني إنها جدا مفيدة، وإن شاء الله بإذن الله أخذها بعدين بالمركز. فلما أخذت دورة تدريب المتدربين اكتشفت إنه أنا فعلا كان يلزمني أشياء ثانية أضيفها لشخصيتي وبتنفعني بمسيرتي المهنية ككوتش. يعني عدة مهارات تعلمتها من الإلقاء، مواجهة الجمهور، كيف يعني أخذ وأعطي مع المتدربين، مع العملاء اللي يجوني يعني ياخذون عندي جلسات كوتشنج عشان يحلوا المشكلة ما أو يطورون من نفسهم. كذلك اكتشفت إنه أصلا في قواسم مشتركة بين هالمجالات كلها، التدريب، الكوتشنج، البرمجة اللغوية العصبية كذلك. فمثلا يعني إحنا درسنا من بين مهارات الميتا كوتشنج في شغله اسمها استدعاء الحاله، عشان مثلا نغير سلوك معين او نوصل لهدف معين. هالشيء بعد درسناه في البرمجه اللغويه العصبيه. فانا اشوف انها يعني كلها مجالات مترابطه مع بعضها البعض، وبتساعد انه الواحد لما يدخل المجال يدخل وهو يعني متمكن وعارف نفسه هو يعني شنو بيسوي وشنو بيعمل، ومتاكد انه عنده الادوات والتولز يعني العلميه الصحيحه انه يساعد العميل اللي عنده يعني مهما كانت مشكلته، يعني يساعده انه يتوصل للحل. وكمان يعني صراحة حتى مجال التدريب أنا لما درسته اكتشفت إنه فتح لي أشياء أنا ما كنت يعني صراحة أفكر فيها. يعني مثلا أنا عندي أشياء وايد بمسيرتي مثلا كتصميم أزياء وأشياء ثانية أنا عمري ما فكرت إني مثلا أعطي فيها دورات. فلما أخذت دورة تدريب المدربين
اكتشفت إنه أنا أخذت الوسائل والمهارات والطرق اللي أنا ممكن أعتمدها وأستخدمها وأعطي دورات في مجالات أنا يعني كنت خلاص نسيتها. وهذا هو يعني هذا كانت يعني نبذة مختصرة عن تجربتي في مجال الكوتشنج والتدريب. وحاليا أنا باخذ يعني البرمجة اللغوية العصبية. بس قبل ما أخلص يعني هالشيء، أنا جدا يعني من لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا حابة أشكر الدكتور محمد ركاحلة والدكتور درع الدوسري، لأنه صراحة حتى لما انضموا في بالمقهى حسيت يعني رجعت لأيام الدورات والمتعة اللي كانت بالدورات صراحة. فأنا حابة يعني أشكرهم من مقصودة. طيب يا دكتور رحاحلة، معاك أنا يا دكتور رحاحلة. نحن والله نفتخر فيها الأستاذة مريم، يعني مدربة قال لكم متميزة. أنا لسه ما سبقت التعليم، لكن بأمانة يعني وصدقا، إذا المتدرب لديكم من المؤسسة العظيمة هذه انتخبتوه فقدم هذا الإلقاء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنت تدري أنا كتبت كم سؤال دحين هي تتكلم؟ أنا كتبت 11 سؤال الآن. تفضلي كمل أستاذ. أنا الحين أعتبر نفسي تلميذة بينكم، يعني ما شاء الله هامات وقامات علمية ويعني دكاترة ومستشارين وخبراء لكم يعني باع في مجالي التدريب والكوتشنج. أنا أعتبر نفسي تلميذة أتعلم منكم صراحة، وشكرا على الفرصة اللي أعطيتوني إياها. احنا نفتخر فيك أستاذة مريم، دكتور. ومركز ميجا دائما حريص انه المدربات والمدربين اللي بيتخرجوا من عندهم انه يتبوأوا مراكز ويشاركوا في مؤتمرات ويشاركوا في لقاءات، وهذا ما نصبوا اليه في رابطة المدربين العرب، ان يشارك يعني مدربين متميزين من مختلف البلاد العربية. والدكتور سعود حريص قال لي دائما تنويع الخبرات من بلدان مختلفة، فكان ترشيحك ضمن الدكتور عماد من مصر الله يجزيه خير، وانت من المغرب وخبره وفي قطر كمان، فاضافه نوعيه ان شاء الله. شكرا قبل والله. شوي دكتور رحاح، على فكرة أنا بشكر الدكتورة مريم. يعني أنا بديت بشكرها يعني في البداية، بشكرها الحاجة عملتها كويسة يعني. عفوا، أحيانا يطلب من الضيف إنه يتكلم 20 دقيقة، تاخذ فيها نفس يا دكتور رحاح، لا عارف يعني. أقوم أشرب قهوة ثم أشرب قهوة ثم أشرب قهوة معايا. القهوة الأولى هي الصحيحة، القهوتين الثانية الصحيحتين. دكتور عبد الله يفتح. شكرا انك اعطيتيني الفرصه، لان بعضهم يعني يتكلم مثلا 5 دقائق، بعدين وانا كذا دخلت في القهوه وبديت اكتب اسئله كذا، الاقي يقول وهذا اللي عندي، وادخلوا في حوار معي. يفضل بعض الضيوف تدخل في المحاوره على طول 20 دقيقه لا ما تكلم. شاء الله متحدثه. لا متحدثه وما شاء الله لا قوه الا بالله. في سؤال استاذه مريم، في حضور في حضور المدربين الاجلاء، دكتور استاذه مريم، ان شاء الله الدكتوره مريم على طول. دكتوره ان مريم شاء الله قريبا تصير دكتوره، من جد وجد. ايوه، ما هو فن. أكيد من طبعا. بقول لك يعني احنا لما يعني الواحد بيوصل لمرحله، اسمعني الان استاذه مريم والاخوات الموجودين والاخوان الموجودين، احيانا بيمر عليك في الحياه احد يقول لك لقب، يقول لك يا دكتور، نطقها مثلا. لانه في احد الاخوان سالني قال ليش قلت لي يا دكتور؟ قلت له ان شاء الله. انا قلت يا دكتور؟ قال نعم. قلت يلا خليك قد الكلمه، عارف؟ لانها قيلت، نعم لانها قيلت لي في وقت انا زي اللي كانه استغنى خلاص، دراسه مش عاوز، ومش بعد انا قدمت رسالتين ماجستير الحمد لله، وكانت عظيمه وكانت تهدف لها هدف. لما وصلت الدكتوراه قلت خلاص يعني الحمد لله، انت خليك انت تدريب ولا وظيفيا ولا علاقات ولا سفر ولا، انا من الدكتور. فنطق واحد نطق الكلمه، قال اهلا يا دكتور وكذا. طبعا في حاجه جميله لدى المصريين رائعه جدا امانه. وعلى فكره لو ناخذها في الجانب الاكاديمي، يقول لك لما يحصل على شهادتين ماجستير وكذا، يقول لك خلاص يعني هو هي عقبه يعني ويصير دكتور. خلاص احنا بنقول لك دكتور. في الاخوان في مصر اكثر، ولا شك في العالم العربي لهم نصيب، دائما بينادوك بهذا اللقب بمجرد تحصل على الماجستير. ليه؟ هم بيستحثوك. واكاديميا تكلم هذا يقول لك لما بيوصل لدرجه الماجستير فتقدر ايش؟ بتقول له يا دكتور. الحقيقه السؤال اللي تبادر لذهني وجي للنقاش الان والمحاوره انا والدكتور رحاحله معك استاذه مريم، احنا اللي منهم يعني الدكتور رحاحله اخوك، لكن انا في منزله يعني في سنا انا اكبر من الدكتور رحاحله، انا في منزله الوالد، فانت بنتنا يعني. انا احب اقول الكلمه سبحان الله. اقول حاجه الان، المعهد او المركز او اللي انت التحقتي فيه في قطر اوميجا،
يقول لك انا ابغى ادربك الكوتشنج. افتح المايك دكتور رحاح، افتح المايك. مركز ميجا للتدريب الإداري. ايوه، ميجا. مركز ميجا. ميجا. مركز، والله ميجا، والله العظيم ميجا كذا ولا؟ خلاص. طيب، مركز ميجا للتدريب الاداري بيقدموا الدوره للكوتشنج. انا قريت لك في السي في مستوى اول وثاني، ما انا في أعرف. ثالث إن شاء الله قريبا. ما شاء الله. طيب، هذا السؤال استاذه مريم، انا اعرف لك من بعيد، اعرف لك معهد بيديك الكوتشنج بدون مستوى اول ثاني وثالث، وفي اسبوع بيعطيك مستشاره. ليش نتعب مستوى اول ثاني ثالث؟ ما ردك على هذا السؤال. استشير الدكتور درع الدوسري ومحمد رحاح، اذا قالوا اوكي بروح. لا، انا بسالك انت، ليش ما اخترتي معهد على سبيل المثال بيعمل دعايه في الامارات، يا شيخه في السعوديه، يا شيخه في المغرب، في مصر؟ على فكرة انا سبحان الله يوم كنت خلاص قررت اني اتسجل دراسه الكوتشنج، انا كنت بروح معهد في دوله الامارات العربيه المتحده، وكانت الدوره اونلاين. يعني اللحظه اللي انا راح خلاص يعني اتكلم معهم عن التفاصيل ويعني نتفق، يعني طلع بوجهي يعني من حظي اعلان لمركز ميجا للاستشارات والتدريب دوله قطر. فقلت لا بالعكس، فرصه، يعني مركز بلدي بالبلد انا مقيمه فيه، نعم. وكذلك الدوره بتكون حضوريه. مم. فانا بالنسبه لي يعني اوكي الاشياء اللي اونلاين بعد فعاله، ولكن اذا كانت الدوره حضوريه تحس انه في تفاعل اكثر بينك وبين المدرب. طيب، استاذه مريم، الحقيقه انا كنت المح، ويمكن لقطه الدكتور حاحله في مراكز. الحقيقه يعني انا اهني المركز، اهني جدا. لما انه في مركز بيقول لك، وانا نصيحتي لك، مركز إيه لما لها. انا بديك الشهاده وتعالي ملتحقي معانا وكوتشنج، واحنا عندنا احسن مدربين. وشفت الدعايات ملت السوق وتجار لما نقول مدربين الشنطه، كلام كبير، وصارت مراكز الشنطه. لما انا ترى اول مره اسمع المعلومه امانه دكتور رحاح، لانه اعلاميا بامانه لازم يوصل هذا الموضوع على وهو انه في واحد اخذ كوتشنج في المركز لديهم، ولكن في حاجه جميله انا اول مره اسمعها. هذا اللي انا ابغاه، هذا اللي انا متعطش اسمعه. بدونه انا ما اقبل. انه في مستوى اول حصلت عليه الاستاذه مريم، ثم المستوى ثاني، واللي فرحني ويعني ورفع مستوى الامل لدي تدخل الدكتور رحاح لقى في مستوى ثالث. كيف انه في إيه طبعا. دبلوم يرسلوا لك 10 بطائق؟ ما يجوز اقول الاسم، مش من حقنا، الفيديو حيرتفع واسمع يا اللي بتسمعه واعرف ان انا بقصدك. كيف انه كوتشنج نتكلم، تعرفون معنى، يعني احنا لازم نعي الكلمه. كوتشنج لايف يعني ايش؟ هذا مساعدي في الحياه. اذا مساعدي في الحياه ما اخذ شيء مضروب، معلش هي كذا، هي تبغوها راح يخرب. تحطوها، هي مضروب. يقول لي انا في التحق معانا وادفع كذا وحتاخذ 6 بطائق، وانت مدرب، وانت كوتشنج لايف معتمد، و بعدين اخذ الشهادات، ولا وشوف المصيبه والجريمه، لانه في اطراف في الجريمه ما كان فيها واحد، قام فيها المركز، وقام فيها الناس اللي دست عليه اللي هم المدرب اللي هو صاحب الامانه. لما يجي يقعد قدامي يقول له شوف ترى مستحيل، لا تقول لي انت مستوى اول وثاني ثالث خلاص انت تروح وبسم الله تشوف لي حالات علاجيه. لا صعب يا جماعه. شوف المجرم الاقوى فيهم نفسي انا المجرم الاكبر. لما بقبل هذا الشيء، وانا ما اخذت مستويات، ما تدرجت هذه المعرفه، لانه في كلام جميل ذكرته الاستاذه مريم انا جاي عليه. انا بهني اي احد، والمركز انا الليله اقول لكم بعرف هذه المعلومه اللي ما قرات عنه كثير. المركز اللي بيقول لك تعال التحق معانا وعندك مستوى اول مستوى ثاني، شوفوا يا جماعه، هذا الكلام الرساله للجميع، احنا موجودين كلنا. طيب اسمعوا يا جماعه، احنا المقهى هذا كل مره بكتشف فيه فائده غير عن الفائده، كل مره بيزيد فوائد في المقهى. خلوا معانا، احنا اصحاب مراكز حاضرين معانا الدكتور عماد ما شاء الله. انا ما كنت اعلم عن موضوع المركز، انا استقطبت الرجل وتواصلت معاه وسعدت وشرفت بدعوته، لانه عنده خبره في كذا وكذا وكذا. ولكن انا وهو ولا الدكتور كان من السودان عنده مركز تدريبي، تكلمنا في الموضوع. الرساله تبدا من المركز. الاستاذه مريم اللي استمعنا لها جيد، كان مرتب، مرت عليه المدربين، قالت المدرب، قالت هي حكمت على المدرب. يقول لي انا سالت سؤال في دوره قريبه جدا، والدوره على فكره هذا اللي ينادي فيه الدكتور درع حتى في المنتدى، يقول لي يا جماعه هنا في امان، احنا بنوصلها، احنا نبغى ندرب واحد نفخر
انه لما حتى ياتي لما المقهى زي حال الدكتوره الاستاذه مريم، الدكتوره مريم، لما تكون في وسطنا الان ونسمع هذا الكلام، هم بكل فخر ترى يستمعون، واثقين، واثقين في اللي قدموه، واثقين في القدرات اللي عنده. وبدا الدكتور رحاح مشكورا ذكر هذا الموضوع. ولكن لما يكون الموضوع او الملتحق معنا كفايه التدريب ما هي لديه، صعب. فيه تي او تي اسبوع، نفس مشكله الكوتشنج، في اسبوع تخرج وخلاص مدرب وازعج المنصات وتعالوا شوفوا الشنطه والكلام ده. فيه دبلوم عملوه 6 شهور، على راس هذا المدربين في هذا الدبلوم مده 6 شهور المعلم الكبير الدكتور عبد المنعم. 6 شهور، وبعد 6 شهور المتدربين كلهم يقدموا، مش يقدموا بس عرض مرئي، لا، يقدموا حقائبهم وتحقق الحقائب. يا جماعه لحد 8 شهور اجلوهم 8 شهور من 6 شهور. حال دول لما بيتخرجوا كان للتاكد. المهم في هذا الموضوع انه سالت انا سؤال وشرفت اني انا اقدم في مجالي المختص فيه جزئيه في هذا الدبلوم. تدري قلت لي قل لي من هو المدرب المتمكن؟ من هو؟ متى نصل الى مستوى؟ هذا حديث في استضافه الدكتور رحاح في مقهى المدربين، كان هذا الحديث بين متى يكون المدرب متمكن. وايضا اضاف لنا اضافه قويه الليله وبمحض الصدفه الدكتور درع، نقول متى تكون انت متمكن؟ من وجهه نظره انت لازم تحتوي المتدرب اللي قدامك. كلمه تحتويه ترى جت للذكاء العاطفي كلمه كبيره. انا كنت اقول لو احد منهم قال لي كلمه نطقتها الليله استاذه مريم، لو قال لي هذه الكلمه انا اعطيه تخرج. من هو المدرب المتمكن؟ فما حد جاوب. وبعدين صرت اقول المحاضرات وكذا عشان نوصل احنا جميعا نتفق انه من هو المدرب المتمكن، حتى توصلنا الى إن هو اللي نطقته الاستاذه مريم، هو اللي يستطيع ان يوصل المعلومه. الكتب موجوده، المراجع موجوده، التعليم الالكتروني الان انا بفك هذا بقرا في موضوع بكره الصباح اسرد عليك اللي انا قراته. لكن هنا يجي دور المدرب بيوصلها لي بالطريقه الصحيحه النافعه الواضحه الهادفه بالاسلوب. وبعدين نحن نتكلم يقول عن انماطنا. هنا الاستاذه مريم لجأت الى هذا المركز وليس تسويق. يا جماعه انا بقول انا علمت هذه المعلومه فقط هذه الليله، انه احنا ما زلنا بخير، ما زالت في مراكز تكون تلتحق معنا كوتشنج حتاخذ معي مستوى